مش عايز تعرف احمد سيد زيزو ليه؟ ما لعبش مباراه بروكس في كاس مصر. الزمالك كسبها 3-2 بالعافيه وظلم تحكيمي. ده حصل حوار، كانت خناقه ويا ولاد تيت ويا ولاد تيت ويا ويك 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 ويا ولاد كذا ويا ولاد كذا، والدنيا كانت مقلوبه، وده بيحوش وده بيجري وده بيعمل. اذا عجبك الفيديو ما تبخلش على باللايك والاشتراك وتفعل الجرس وخلي المده بيه الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللي انت بتقوله ده يا ابو السيد حصل فعلا خناقه، كانت خناقه رب السما، كانت عركه. بص بقى، ده ماسك في ده وده ماسك في ده، انا همشي لا ما تمشيش، ما تروحش لا هتيجي. طب ايه اللي حصل يا سيد؟ هقول لك ايه اللي حصل، بس اعمل لي بقى لايك دلوقتي. هقول لك اللي حصل. احمد سيد زيزو في الاول كده يا استاذ كده، احمد سيد زيزو يا ساده، كان لما جه يجدد مع نادي الزمالك كان في شرط ايه وهو بيجدد. طب يا جماعه الله يرضى عنكم، لو جالي عرض في خلال سنه بعد اذنكم انا همشي. تمام كده، الناس وافقوا. الناس وافقوا، ما انت بتتعاقد خلاص بتشترط، والله انا عايز 1 2 3، هم بيقولوا لك موافقين او بيقول لك لا كده. فهو كان احمد سيد زيزو اشترط عليهم هاخد قد كده، ولو جالي عرض مناسب في خلال سنه انا همشي، اقعد معاكم موسم وهمشي. ده كان الاتفاق مع اداره الزمالك. احمد سيد زيزو راح جاله عرض لوز كده من دول الخليج، راح لهم يا رئيس نادي الزمالك وامير مرتضى منصور ابن رئيس نادي الزمالك، ما هي عزبه، بعد اذنكم انا جاي لي عرض فانا عايز امشي. عرض من ايه؟ يا عم انت قاعد معانا، انت مش شايف الدنيا عامله ازاي؟ ده الدنيا مقلوبه، انت مش شايف الفريق عامل ازاي؟ ده الفريق واقع، من الدور الخامس، يا دوبك وقف عند الرابع. انت مش شايف يا زيزو؟ يا عم انا ماليش فيه زيزو ايه وبتاع ايه، انا واخد منكم تعهد ما هم بتوع التعهدات، انا واخد منكم تعهد كلمه شرف ان انا همشي بعد الموسم الاولاني. خدت دوري ما خدتش دوري، خدت كاس ما خدتش كاس، انا همشي. انا واخد كلمه منكم. يا عم كلمه مين يا عم الحاج؟ كلمه مين؟ وانت ايه؟ ما احنا ياما اتكلمنا وياما جعجعنا، وفي الاخر ايه؟ في الاخر ما حدش بياخد حاجه. وانت مش شايف اللي حواليك كلها شغاله جعجعه؟ لا حاسب يا عم زيزو، وانت مكمل معانا لحد اخر نهايه عقدك. يا جدعان ازاي؟ يا جدعان ده انا اشتريكوا، انا كنت ممكن امشي فري الموسم اللي فات على فكره. يعني الموسم اللي فات انا همشي ببلاش ومحدش من الزمالك كان هيستفاد حاجه، لكن انا اشتريت نادي الزمالك واشتريت جماهير نادي الزمالك وفضلت قاعد معاكم واخدت منكم تعهد على كده ان انا بعد الموسم الاولاني همشي. لا، انت قاعد كمل معانا لحد اخر عقدك يا احمد يا سيد يا زيزو. على فكره انا بحبه عشان اسمه على اسم احمد سيد، وما احمد ده احمد ابني برضه اسمه احمد سيد، عشان كده بحبه مع انه زملكاوي وانا اهلاوي. المهم يا سيدي، ده بيفكرنا بحاجه حلوه بقى. بيفكرنا بايه؟ احمد حجازي لما جه يعترف كان واخد تعهد كده برضه مع النادي الاهلي. لما جه يجدد مع النادي الاهلي قال له يا حجازي كان ليه شرط انه يحترف، يعني لو جاله عرض احتراف كويس يليق بالنادي الاهلي ويليق بيه يمشي. ده كان شرطه مع النادي الاهلي وهو بيجدد. طبعا الاهلي غير اي نادي. فجه واحمد حجازي بيلعب مع النادي الاهلي اللي راح جاي له نادي وست بروميتش الانجليزي. حجازي قال لهم انا عايز امشي. النادي الاهلي رد عليه بكل احترام، يا حجازي احنا محتاجينك معانا. حجازي قال لهم انا واخد منكم كلمه اللي انا همشي. قالوا له لا يا باشا، احنا قد كلمتنا، احنا بنتكلم الكلمه خلاص بننفذها. سيف على رقبتنا، لازم تتنفذ. اتفضل، واحنا هنتفاوض مع النادي، والاصلح ليك والاصلح لينا هنمشيه. طبعا احمد حجازي طبعا واثق ثقه عمياء في النادي الاهلي، واثق ثقه عمياء في النادي الاهلي، فساب لهم الدنيا. الاهلي تفاوض والاهلي خد مبلغ كويس وحجازي خد مبلغ كويس والدنيا مشيت. مع النادي كان في اشد احتياج لاحمد حجازي. طبعا احنا عارفين كل احمد حجازي مكسر الدنيا دلوقتي في اتحاد جده. هو ده الفرق بين كلمه اداره النادي الاهلي وكلمه اداره نادي الزمالك. الاهلي لما بيبعد بيوفي. ويا هناه ساعده اللي يشتري النادي الاهلي. يا هناه ساعده، انا جاي لك هقول لك بس هتخلص الاول. احمد سيد زيزو طبعا هو اللي شايل نادي الزمالك دلوقتي. احمد سيد زيزو هو اللي يعني ايه، هو اللي بيلمع في نادي الزمالك. هتقول لي ما بياخد 30 مليون، اقول لك يا عم الحاج ايه 30 مليون قصاد المبالغ اللي بتجيله. على فكره احمد سيد زيزو اهلاوي. هتقول لي يا عم، اقول لك اهلاوي
اهلاوي اهلاوي حتى النخاع، وابوه اهلاوي وعيلته اهلاويين، بس الزملكاويه اللي بيضحكوا على نفسهم. في مداخله قبل كده ابو احمد سيد زيزو عمل مداخله مع حد قبل كده وقال له، احمد سيد زيزو اهلاوي وعيلته اهلاويين وهو اهلاوي ابوه، فخلاص اهلاوي حتى النخاع اهلاوي اهلاوي اهلاوي. ولو مشي احمد سيد زيزو، لو مشي احمد سيد زيزو من الزمالك ده جناهيه، لو رجع الزمالك تاني على طول على الاهلي، على طول على النادي الاهلي. ادينا شفنا النهارده بروكسي بيلعب نادي الزمالك، نادي الزمالك من غير احمد سيد زيزو بطه بلدي. بروكسي النهارده بيعمل مباراه على نادي الزمالك، نادي الزمالك بيلعب كوره عشوائيه، عشوائيه الكوره تلاقيها في نادي الزمالك. هتقول لي ازاي؟ هقول لك حاضر يا سيدي. بروكسي دي اصلا ما سمعناش عنها قبل كده، ما سمعناش عنها قبل كده. بروكسي بيتقدم 1-0 الزمالك بيتعادل، بيتقدم 2-0 الزمالك بيتعادل، هوب بيجي في الوقت الضايع او في اللي هو على شوطين ال 30 دقيقه الزمالك بيقدر يجيب جول الثالث. وعلى فكره بروكسي ليه ضربه جزاء. طب ازاي يا عم بقى الزمالك شكله كده؟ دول قايلين لنا جايبين مدرب من حته ثانيه، مدرب من فوق. ايوه الزمالكاويه قالوا كده، وقناه الزمالك قالت كده فعلا، قالت ان بروكسي ده ولا قالت المدير الفني بتاع الزمالك ده اللي هو الكولومبي دوت، يعني حسونا هو جارديولا او زيدان او انشيلوتي او يورجن كلوب، حسونا بص ان حاجه جامده قوي جايه. طب يا جدعان هو الراجل الطيب دوت بتاع الزمالك، المدرب بتاع الزمالك، يعني الراجل الطيب دوت يعني درب فرقه معروفه؟ لا ده كان بيدرب في كولومبيا. يا عم كولومبيا ده ايه يعني؟ انا كولومبيا دي ايه يعني؟ انا مش فاهم حاجه. اللي اعرفها عن كولومبيا دي اللي هو في دوله اسمها كده، او راجل محترف اللي اسمه كاستيلو اللي النادي الاهلي جابه، هو كولومبي، هو ده بس اللي نعرف، اللي مفيش حد اصلا يعرف حاجه عن كولومبيا دي خالص. تمام كده؟ لا يا عم ده في حته ثانيه، ده واخد دوري الكولومبي. طب الدوري الكولومبي ده فيه فرقه ايه؟ لا هو حلو، هو حلو. فاحمد سيد زيزو الزمالك من غير احمد سيد زيزو دلوقتي ملوش ملامح. هتقول لي انت قلت يا سيد يا بخت اللي يشتري النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيسيبش حد، وكلمته سيف على رقبه النادي الاهلي. هتقول لي يا سيد، هقول لك يا باشا اعمل لايك دلوقتي عشان اقول لك. كهربا لما لقى كهربا مشتري النادي الاهلي، النادي الاهلي قال له يا كهربا احنا مش هنسيبك، احنا في ظهرك، واديك شايف كهربا. بص يعني الاهلي في ظهره ومش هيسيبه. عامل ازاي؟ في ظهر كهربا وبيساند كهربا. بص حتى النخاع، بص مش هسيبك يا كهربا، طالما انت اشتريتني انا مش هسيبك. شفنا حسين الشحات اللي كان جماهير النادي الاهلي بتقول له امشي يا حسين يا شحات، بس حسين الشحات لما رجع النادي الاهلي، لما جه النادي الاهلي من نادي العين الاماراتي، اشترى النادي الاهلي بالغالي، والاهلي عمره ما يبيعه بالرخيص. وعلى فكره حسين الشحات ورقه خلاص جاهز على التجديد. وحسين الشحات ما شاء الله عليه، الله اكبر عليك يا حسين الشحات، من يعني بص متالق في النادي الاهلي، من المتالقين في النادي الاهلي عشان تبقى فاهم. فيا هناه يا سعده اللي يشتري النادي الاهلي، يلاقي النادي الاهلي مشتريه ومشتري الدنيا كلها وراه ومش هيسيبه. انا بقول لك كهربا خلاص جدد. يعني انت معلش انت عايز تشتري النادي الاهلي يسيبك؟ لا، هو ده الفرق بين جعجعه نادي وبيطلع حنف في الاخر، واداره نادي الكلمه عندها سيف. هنجدد لك يبقى هنجدد لك. وياما شفنا شيكابالا لما الاهلي راح اتعاقد معاه، الاسطوره بتاع الزمالك، اسطوره نادي الزمالك اللي ما عملش حاجه ومسمينه اسطوره. ليه؟ بس عشان بيغص في النادي الاهلي فهو اسطوره. شيكابالا يا استاذ الفاضل اعمل لايك دلوقتي، لان شيكابالا النادي الاهلي كان متعاقد معاه. شيكابالا كان النادي الاهلي بيتعاقد معاه، جه من البرتغال، كان بيلعب في سبورتنج لشبونه. النادي الاهلي راح جايب شيكابالا، قال له يا شيكابالا تعالى عايزك تلعب معايا في الاهلي. قال له عينيا يا سيد، اللي انت بتقول ده شيكابالا ده اسطوره، ده اسطوره الزمالكاويه شايلينه على دماغهم. اسطوره في ايه؟ اسطوره في الشتيمه، في قله الادب. بس ما هو شيكابالا ايه؟ هل يعني خد بطولات مع الزمالك؟ البطولات اللي خدها كلها كان احتياطي، ما كانش بيلعب وكان مصاب. طب يا سيد هو خد بطولات مع المنتخب؟ انت سمعت ان شيكابالا خد اصلا بيلعب في المنتخب غير ماتش ولا ماتشين، اخره 10 ماتشات؟
ادي هو ده الاسطوره. امال الاسطوره في ايه؟ امال بيقولوا عشان بيشتم في النادي الاهلي، عشان بيشتم في النادي الاهلي. فالنادي الاهلي يا ساده لما جاب شيكابالا قال له تعالى يا شيكابالا انا عايزك تلعب في النادي الاهلي. قال له عينيا حاضر. جه الزمالك لما عرف، قال له يا شيكابالا ازاي انت هترجع الاهلي؟ لا يا عم الحاج الاهلي هيديك كام جنيه؟ انا هديك 2 جنيه. قال له عينيا حاضر يا عم الحاج، ده انا ورا القرش، راح جه شيكابالا راح النادي الاهلي قال له انا مش هقدر اكمل التعاقد، نادي الزمالك بيتي عايزني ومش عارف ايه وبتاع. الاهلي قال له اتفضل يا باشا العقد بتاعك اهو. انت بتتكلم في ايه؟ وليه حكايات برضه مع عبد الستار صبري لو تفتكروا، لما الاهلي كان ماضي معاه وجاله عرض بتاع برضه سبورتنج لشبونه برضه او بنفيكا حاجه زي كده، وصالح سليم الله يرحمه كابتن صالح سليم قال له يا باشا العقد بتاعك اهو وهصفرك على حسابي. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. تخيل معايا لو شيكابالا كان موجود في النادي الاهلي كان هيبقى ايه وضعه؟ ادينا شفنا ابو تريكه، ادينا شفنا لعيبه النادي الاهلي اللي بتلتزم جوه النادي الاهلي، هو ده الفرق. انا شيكابالا مضيه، ممكن بعد ما مضيته وراح مضى للزمالك اقول له يا حاج عم الحاج انت بتاع وارفع عليك قضيه واوعدك بقى زي الزمالك ما بيعمل كده. لكن النادي الاهلي ما بيقفش على لاعب. ادينا شفنا رمضان صبحي، هديك ساعه يا عم رمضان يا توافق يا ما توافقش. احمد فتوح يا ساده بقى خليك جدع واعمل لي لايك. هتقول لي ليه؟ هقول لك لا عشان احمد فتوح هيموت ويمضي للنادي الاهلي. هتقول لي عرفت ازاي؟ هقول لك ده موكل محامي هيديله دم قلبه عشان يطلع له ثغره في عقده عشان يمضي للنادي الاهلي. يا عم سيد انت بتقول ايه؟ ايوه اسمع كلام يا باشا. اي حد يتمنى يروح النادي الاهلي. هتقول لي زملكاوي، هتقول لي اسماعيلاوي، اي حد يتمنى يروح النادي الاهلي. النادي الاهلي استقرار، فلوس، كل زي ما انت عايز تقول، متعه جماهيريه، بتروح في اي حته تشال على الدماغ. هو ده النادي الاهلي، كل يوم بطوله، كل يوم حاجه جديده. بص يعني اعلانات، هتاخد فلوسك على داير المليم، هتاخد مكافئاتك على داير المليم. مفيش مره اكتب لك شيك وما يكونش فيه رصيد ولا الكلام دوت. لا يا باشا، مرتبك بيروح في البنك، عادك بتاخده، كل حاجه بتاخدها. فاي لاعب يتمنى يروح النادي الاهلي. فاحمد فتوح دلوقتي، ما احمد فتوح ما بيلعبش. احمد فتوح دلوقتي اي ثغره في عقده بيدور على اي ثغره. مدي عقد المحامي، خد يا باشا الله يرضى عنك بالله عليك شوف لي اي ثغره كده، انا عايز امشي من الجحيم اللي انا فيه. انا عايز اروح النادي الاهلي، عايز اروح جنه النادي الاهلي. ازاي يا سيد؟ هو كده. مش احمد فتوح بس، ده عندك امام عاشور كده. هيقول لك اصل امام عاشور راح للزمالك والزمالك قال له لا معلش معناش فلوس. مفيش الكلام ده يا عم الحاج، مفيش الكلام ده. اما بس عشان خاطر لو راح الاهلي يبقى احنا اللي قلنا لا على امام عاشور، يبقى احنا اللي قلنا لا. اللي عجبه الفيديو ما تخدش عليها باللايك والاشتراك وتفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.